السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء من درجة تالتة، يا مساء الفل عليكم. أخباركم إيه؟ يا رب دايما بخير. من زمان وإحنا بنتكلم يا جماعة التعصب التعصب التعصب، والناس اللي بتطلع في السوشيال ميديا عشان يتكلموا على التعصب. بلاش تعصب بلاش تعصب بلاش تعصب. طيب إزاي الناس دي هي اللي بتتكلم على التعصب وهم نفسهم اللي بيعملوا التعصب ده؟ هتقول لي تقصد ايه؟ هقول لك في ماتش الاهلي وصن داونز اللي فات اللي كان في جنوب افريقيا، المذيع المحترم علي محمد علي. طبعا ناس كتير قوي ما تعرفش ان علي محمد علي هو مصري وبينتمي لنادي الزمالك، زملكاويته الشديدة يعني. حتى شوفوا ماتشاته كده اللي هو بيعلق على نادي الزمالك فيها، شوفوه بيعمل ايه، وماتشاته لما بيذيع للنادي الاهلي بيعمل ايه. هتحسوا بفرق واضح قوي. بس انت يا سيدي ماشي منتمي لنادي بعينه، مفيش اي مشكلة، دي حرية شخصية ورأيك ويحترم لما تكون بتذيع لفريقك. لكن لما بتكون بتذيع لفريق تاني، الاهلي، وبيلاعب فريق من خارج مصر، لا، هنا نقف. تشوفوه هو بيتكلم عادي خالص، اللي هو مذيع لا عادي خالص. كذا كورة تحصل يكون فيها مثلا مهارة، يكون فيها ضغط عالي، يكون فيها سبرنتات من اللعيبة، عادي خالص، ما يبرزش الكلام ده. عارفين في مذيعين كده بيبرزوا بعض النقاط اللي تحسسك ان الفريق اللي قدامك دوت بيلعب بي 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 يعني عامل مجهود في الملعب. ويا جدع انت مصري، يعني انت مصري وبتذيع لفريق مصري، قول كلمتين كده، يعني قول كلمتين حلوين. ما قلتلكش يا سيدي مجد في النادي، يعني احنا مش عايزينك تمجد في النادي ولا حاجه، لا خالص، خليك انت، لا خليك مجد في فريقك انت. لكن كلمتين كده تحسس الناس ان انت مصري وخايف على الفرق المصريه، وايا كان بقى مين اللي بيلعب يعني، بس فريق مصري. احنا ما بنلعبش يعني فريق مصري زينا، لا، احنا بنلعب فريق مش مصري، من جنوب افريقيا. ايه المطلوب يعني؟ المطلوب ان انت، انا ما قلتلكش تمجد في الفريق المصري، لا، بس اللي هو ايه، يعني يكون في شويه حماس كده، عرف الناس ان احنا كلنا واحد. بلاش نطلع فضايحنا بره يا عم، بلاش نحسس الناس بالكلام ده. ليه يعني؟ وتيجوا بعد كده تقولوا اصل التعصب، اصل الجمهور فيه تعصب، اصل فيه تعصب بين الجمهورين، اصل فيه مشادات، اصل فيه مشاحنات، اصل فيه طب هو مين اللي بيعمل الكلام ده؟ ما هو لما اللي قاعد قدام التلفزيون يتفرج ويلاقي ان المذيع بالسلبيه دي، هيقولك اه يا عم، ايوه انا معاه، ايوه انا هعمل زيه. لا، لما يكون الاهلي بيلعب مش همجد فيه مش هشكر في لعيبته، ومش، لا، انا مش مهم. والعكس صحيح على فكره، انا ما بتكلمش على مذيع بعينه، حتى لو بحد بيذيع لماتش للزمالك وعمل كده برضه هننتقده، مفيش اي مشكله. انا بتكلم ان المذيعين يبقى كلهم قلبهم على الفريق المصري. طالما فريق مصري بيلعب يبقى تشجع الفريق ده، مش تبقى ضده. انا ما قلتلكش ان انت ضده، بس اللي هو ايه، عادي يعني. انت يا عم مش عايز تذيع ما تذيعش، يعني مش عايز تذيع ما تذيعش. وشفنا له كذا ماتش للاهلي قصاد سان داونز، برضه طريقه كلامه ما كانتش حلوه. ليه يعني؟ ونيجي في الاخر نقول التعصب التعصب التعصب. اهو التعصب اهو، هو ده اللي بيخلق التعصب. السلام عليكم.